يلا عايزين تشتغلوا مضيفين، صدقوا طلعت حلوه، جت مني كده. يلا عايزين تشتغلوا مضيفين طيران او مضيفات طيران، تعالوا الفيديو ده ليكم. انا عملت لكم وجمعت لكم كل حاجه هنا، الشروط، التجهيزات للانترفيو، طريقه التقديم، السي في، كل حاجه كل حاجه. ان شاء الله مش هتحتاجوا اي معلومات بره الفيديو ده. انا لو انتوا اول مره تشوفوا فيديو ليا، فانا رافيا اكس كابين كرو، كنت مضيفه طيران، وحاليا عامله الفيديو ده عشان خاطر افيدكم باي معلومات انتوا حابين تعرفوها. اول حاجه عشان نبقى متفقين بس قبل ما نبدا اي حاجه، اي اكاديميه تقول لك انا تعالى عندي ادرس ضيافه جويه، نصابه. دول نصابين، بيلعبوا باحلامكم، بيلعبوا باحلام الشباب. يقول لك تعالى عندي انا هخليك مضيف طيران. مفيش الكلام ده. انت لما بتتقبل في اي شركه، الشركه هي اللي بتعلمك ان انت بتدي لك التدريب يعني على حسابها هي، وبعدين بتدي لك لايسنس. لكن هم ما بيعملوش اي حاجه خالص غير ان هم بيعرفوك الكلام اللي انا بقوله لك في الفيديو ده. ملهمش اي علاقه بنسبه نجاحك او قبولك. يعني انت لو اخدت بعضك وانت متوفر فيك الشروط وطلعت على اي انترفيو هتنجح، مش شرط تروح اي حاجه خالص. فالشروط هي ايه بقى عشان خاطر تعرف تروح تعدي من اي انترفيو؟ اول حاجه هي اللغه الانجليزيه. الانجليش بتاعك لازم يبقى قوي. لو عندك لغه تانية، ايطالي، الماني، بتاع ايا كانت اللغه التانية، هتقوي موقفك، لكن مش هتبقى اساسي انها تنجحك. لان اللغه الاساسيه اللي هتدرس بيها فتره التدريب كلها وامتحاناتك وكل حاجه هتبقى باللغه الانجليزيه بس. الانترفيو بتاعك هيبقى بالانجليش بس. فانت لازم اللغه الانجليزيه بتاعتك تبقى قويه، دي ما فيهاش هزار. تاني حاجه السن. اغلب الناس بيطلبوا من 21 ل 30 سنه. فوق ال 30 الفرصه بتبقى ضعيفه بس مش مستحيله. في الشركات الكبيره ما بيبقوش حاطين ليميت للسن، بس في الاغلبيه فوق ال 30 بصراحه بتبقى الفرصه صعبه شويه. لو انت حد انيشال يعني، لكن لو انت اكس كرو عندك اصلا خبره فانت عارف اكيد ان متاح يعني. تالت حاجه الطول والوزن يبقوا متناسقين. يعني الحد الادنى للطول في شركات بيبقى عندها 157، في شركات 158، في شركات 160. كل واحده بتبقى حاطه الحد الادنى للطول اللي هي في الشروط اللي هي حاطاها. بس الوزن بقى لازم يبقى متناسق مع الطول. بيبقوا كاتبين كده تناسق الطول مع الوزن. يعني انا مثلا طولي 160، وزني المثالي يبقى 155، اشيل منه 105. لو انت بنت هتشيلي 105 من طولك، هيتبقى اللي هيتبقى ده هو وزنك المثالي. لو انت ولد هتشيل 100 واللي هيتبقى ده وزنك المثالي. اوكي. رابع حاجة ان انت تبقى قادر تعوم 50 متر. وفي الاغلبية هو مش بيبقى عايزك تعوم لان هو بيبقى ملبسك لايف جاكيت اصلا. هو عايز يشوفك انت مرعوب من المية وبتخاف ولا لا. فانت لو حصل اي طوارئ ونزلت المية هتبقى مرعوب وخايف ولا هتساعد الركاب. فهو عايز يشوفك انت ردة فعلك ايه. فانت تبقى شاطر كده. انا ما بعرفش اعوم كويس، عوم كلابي كده، بعمل كده 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 كده. فبس ما بخافش من الميه، فنزلت في الميه فل قوي قوي. فما تخافش من الميه. اهم حاجه ما يبقاش عندك رعب من الميه. خامس حاجه ما يبقاش عندك تاتوهات في اماكن بارزه او ظاهره من الجسم. يعني انا مثلا اليونيفورم بتاعي لحد هنا، ما يبقاش عندي هنا هو جرح مثلا. اليونيفورم بتاعي مثلا هنا ما يبقاش عندي هنا جرح او تاتو، هنا جرح او تاتو. ما يبقاش ظاهر في الاماكن الظاهره من جسمي اي جروح او تاتوهات. اوكي. سادس حاجه هي تفضل، مش شرط اساسي بس بيفضلوها الشركات الاغلبيه، بتبقى ميزه بتخليك ان انت ممكن تتقبل اسرع، ان انت يبقى عندك خبره في مجال خدمه العملاء او في المبيعات. ليه بقى؟ لان انت هتبقى بالنسبه لي شخص بيعرف يتعامل مع العملاء، بيعرف يهندل الشخص اللي قدامه لو متعصب، بيعرف يقنع اللي قدامه، وهو لو في مشكله هو دي حاجه بتقوي موقفك. فانت لو اشتغلتها اكتبها وش اول حاجه، لان حاجه هتقوي موقفك جدا. السي في بقى، نيجي بقى لتجهيزات الانترفيو. احنا كده خلصنا الشروط، هي دي بس الشروط، انت مش محتاج اكتر من كده على فكره. هي دي بس الشروط، حاجه اكتر من كده هتبقى زياده. يعني هي انت عندك انت حاجه زياده، لكن مفيش حاجه اكتر من كده. عندك لغه زياده، عندك حاجه زياده بس، لكن هي الشروط انجليزيه، مستوى تعليم ثانويه، سن لحد من 21 لحد 30، الطول والوزن متناسقين، ان انت بتعوم 50 متر مش باللايف جاكيت، ممنوع التاتو او الجروح. اللي تفضل ان انت تكون عندك خبره في مجال خدمه العملاء او المبيعات. اوكي. بس دي الشروط. التجهيز بقى للانترفيو. اول حاجه بوابه الانترفيو بتاعك ايه. لو انا كاتش ار هجيبك ليه، اول حاجه بشوفها هي عنوانك، السي في بتاعك. فالسي في بتاعك ما يبقاش مبهرج. الكلام ده على فكره للكل في حته الانترفيو ده، مش شرط تبقى عايز تبقى مضيف طيران، لاي وظيفه. السي في بتاعك ما يبقاش مبهرج، ما يبقاش بكذا لون، مش يبقاش كل حته بلون، لا.
لونين، واللونين هادين وسيمبل، والكتابه تكون بخط اسود واضح. تبقى حاطط صوره فورمال ليك، تروح تبعتش السي في بتاعك بدون صوره. يبقى السي في بتاعك لا مختصر قوي كام سطر ولا طويل قوي اكتر من صفحتين، اقصى حاجه صفحتين، ما يبقاش مختصر قوي. تبقى حاطط زي ما بقول لك الصوره فيها، تبقى حاطط وسيله التواصل. فهو السي في بتاعك عنوانك، شافه شده هيبعت لك، ما عجبهوش حسه مبهرج ومبهدل هيركنه على جنب، هيشوف اللي بعدك. تاني حاجة، لما بقى خلاص بعتلك ورايح انترفيو بيبقى عامل ازاي؟ اول حاجة في البداية خالص انت لازم تروح لابس فورمال، ما ينفعش تروح بهدوم عادية مثلا، والجو ده ما ينفعش تروحي انتوا البنات حبايب قلبي، ما ينفعش تروحوا شعركم مفرود سايب، تلمي شعرك، لان في الاغلب هيكون الشركات بشعركم، عشان 99.9 ما بيقبلوش محجبات من الشركات، فبالتالي انت هتبقي مش محجبة على الاغلب، لان الشركات نسبة الحجاب قليلة جدا 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 للاسف. انا بقول الكلام ده وانا زعلانة والله، هتقولي انت بنتي محجبة، انا ما كنتش، انا لسه يعني جديد. تاني حاجة، انت طبعا قلنا هلا تروح باللبس فورمال، الميك اب سيمبل، تروحيش حاطه اي شادو اوفر، خفيف قوي، درجات البنيات لطيفة او البيجات، الحاجات الخفيفة قوي دي. انت حاطه ماسكارا مثلا، ايلاينر، حاجات خفيفة جدا جدا، يعني اللي هي كأنك مضيفة حاليا، فاهمين قصدي؟ يعني مش عمركم طلعتوا مثلا لقيتوا مضيفة مبهدلة نفسها وعاملة حاجات كتير، لا، تبقى حاطه حاجات خفيفة، بلاشر خفيف قوي كده، حاجات كده بسيطة مش اكتر. ضوافركم طبعا تبقوا مهتمين بيها، شكلكم العام يبقى نظيف، وشكلكم مهندم، شكلكم لطيف. انتي داخله عليا، انتي واحده مضيفه طيران، تبقي داخله بثقه. اول حاجه لما تيجي تروحوا على اليوتيوب، مش عارفه اعمل لكم دلوقتي في قاعده كده اللي هي بتاعه الاتيكيت، تعرفوا تبقوا عارفين تقعدوا ازاي اول ما تدخلوا قدام الاتش ار مثلا. هتبصوا في عينه، تحسسوا ان انتوا واثقين من نفسكم، ظهركم مفرود، ما تتهزوش، ما تهزوش ايديكم، ما تهزوش رجليكم، دي علامات توتر، ما تعملوش كده، ما تعملوش كده، الحاجات دي مش كويسه، مش هيخليكم تقبلوا في حاجه زي دي. حاجه كمان، ما تقطعش الاتش ار بتاعك، سيبه يتكلم ويسال ورد على قد السؤال، ما ترغيش، ما تفتيش، عشان كل ما رغيت كل ما كان فيه احتماليه للخطا اكبر، فانت رد على قد السؤال. اوكي؟ وعلى فكره الكلام زي ما بقول لكم ده عام، يعني بعيدا عن الضيافه، بس هو طبعا لكل الناس بتتعامل مع اي اتش ار. اتكلموا بثقه، الميك اب سيمبل، اتيكيت، القعده بتاع، لازم تبقي عارفه تحطي شنطتك فين لما تقعدي، كل الحاجات التفاصيل الصغيره دي هم بيركزوا عليها، فانتوا ركزوا لها كمان، وجهزوا نفسكم ليها، واعملوا بروفا كذا مره عشان لما تروحوا اول مره ما تتلبكوش، لان الموضوع ليه رهبه، فممكن تبقوا مجهزين قوي وتنسوا. وعادي جدا لو غلطتوا مره واثنين وثلاثه وعشرة. هقول لكم على حاجه مش عارفه ينفع اقولها ولا. اول انترفيو انا رحته للضيافه الجويه، كنت رايحه بالبانه، والله رقاصه داخله علينا كنت رايحه بالبانه وبنطلون جينز وهاف بوت وشميز وحاجه كده، على الله حكايتي خالص. كان اول مره في حياتي اعرف ان الواحد لما يروح عشان خاطر يبقى مضيف طيران لازم يبقى لابس يونيفورم، او اسمه ايه ده، فورمال. كان اول مره شفت، انتوا كنتوا كلكم لابسين زي بعض، انتوا متفقين مع بعض ولا ايه؟ بص كده انتوا في ايه؟ انا شكلي شاذ قوي، كنت انا واحده صاحبتي شكلنا رقصات وسطهم، فكان اول مره نعرف حاجه زي دي. عادي لما تروح تترفض، اعرف انت اترفضت ليه، اترفضت 100 مره الحمد لله وفي الاخر اتقبلت. خلي عندك اصرار، خلي عندك عزيمه، خلي عندك ان انت خلاص حطيت هدف في بالك، انت ده حلمك حققه، ما تخليهوش يقف. يعني اللي انت لو محققتوش هتزعل، يعني ما اشتغلتش مضيفه تاني مش هزعل عشان حققته وشفت الموضوع ازاي والشغل ازاي وكل حاجه، فما تخليش، اذا ده حلمك ما تسيبوش. هتزعل والله العظيم لو سبته، مش هتزعل عشان خاطر هو ضيافه، هتزعل في العموم لو سبت حلمك ايا كان حلمك ايه. فانت لو وراك حلم ما تسيبوش، امسك فيه كده، شوف اهل نفسك ليه، افشل مره واثنين وعشر هتوصل، مع المحاوله هتوصل. المهم، اول انترفيو بيبقى عامل ازاي بقى؟ بيبقى فيه فيرست فاينل، فيرست سكند فاينل انترفيو، على الاغلب بيبقى فيه 3. الاسئله بيبقى فيه امتحان انجليش كتير، اسئله كتير فيها جرامر، فيها حاجات كتير، بتكتب كلام كتير، فلازم تبقى مذاكر ومؤهل نفسك كويس. سكند انترفيو في الاغلب بيبقى زي ما بقول لكم، عايز يشوفك عامل ازاي، عايز يشوف طريقتك، مش عايز
ملكات جمال ولا ملكين جمال، لا مش عايز حد كده، عايز حد مهندم، حد شايفه هو بالنسبه له نظيف، من الاخر نظيف، مهتم بكل نظافته، بطريقته، بقعدته، باتيكيته، باسلوبه، بس هو ده اللي عايزه. مش عايز حد ملك جمال، يعني ممكن تكوني شكلك مش على قدر كبير من الجمال مثلا بالنسبه لناس معينه، انا شايفه ان الجمال حاجه نسبيه يعني، بس المهم، بس هو هيشوفك شخصيه مهندمه، شخصيه بتفهم في الاتيكيت، في الذوق، في لبقه، هتتقبلي والله. يعني مش ملهاش علاقه خالص ابدا بالجمال، قد ما هي ليها علاقه بالمظهر العام يبقى كويس. ايه تاني يا رك؟ خلوني افكر لكم كده. خلصت خلاص السكن، الفيرست والسكند. في السكند بيسألك بقى اللي هو عرف نفسك، مش عارفه ايه الاسئله العبيطه دي اللي هي متوقع المرتب بتاعي كام. وانا جاوبت على السؤال ده باجابه لطيفه عجبتني بصراحه، قلت له هو ما فيش حد بيشتغل من غير فلوس، بس انا لو هشتغل مضيفه طيران هشتغل من غير فلوس، لان دي حلمي وعمري ما حسيت ان انا عايزه اشتغلها عشان خاطر الفلوس. وطبعا مع اول مرتب في الشهر لو اتاخر كنت هروح هاتوا الفلوس يا اولاد الحراميه. المهم جاوب اجابه لطيفه كده، ما تبينلوش ان انت، ما تحددش مرتب طبعا، ما تحددش مبلغ معين، حاول تطلع بطريقه ثعبانيه. لما يقولك مثلا كلمني على نقاط ضعفك، ما تقولوش نقطه ضعفي مثلا اصل انا عصبي، اوعى. ما تقولوش اصل انا مش عارفه ايه اوعى تطلع عيوب فيك، قول نقاط ضعفك، خليها تبقى نقاط ايجابيه بالنسبه له. مثلا انا باجي على نفسي عشان خاطر الشغل، بضغط على نفسي كتير عشان خاطر الشغل للاسف، فدي حاجه نقطه ضعف فيا وحاجه مش بحبها فيا، لاني باجي على صحتي عشان خاطر الشغل. هو هيقولك بس ده انت لقطه، انا ده اللي انا عايزه، حد بيشتغل تحت ضغط، حد بيطلع عينه عشان خاطر الشغل، حبيبي ده انت تيجي. فانت تدور على نقاط ضعف تبقى نقاط قوه بالنسبه له، بالنسبه لك قدامه. ما تقولش على نفسك حاجه وحشه، ما تذمش في نفسك، ما تذمش في شغلك القديم ابدا. لو قالك ليه عايز تسيبه مثلا، انا كنت مثلا مش متفقين او انا كنت بشتغل مؤقتا، انا قلت له بصراحه، قلت له انا بشتغل مؤقتا لحد ما ابقى احقق حلمي اللي هو الضيافه الجويه، هي اللي انا مش مستعده ان انا ابعد عنها ابدا. طيب انت عايزه تشتغلي مضيفه طيران ليه؟ على الاغلب بيسالك السؤال ده، انا بقول لكم اجاباتي بس انتوا طبعا ظبطوا اجابات مع نفسكم. انا قلت له انا بحب الثقافات، اتعرف على الثقافات وعلى الجنسيات المختلفه، بحب اشوف بلاد جديده، بحب الشغل نفسه في عمل مجال الطيران هو مثير جدا وحاجات كده. المهم طلع مميزات كتير قوي، وان انت مهتم بتعدد الثقافات وتعرف تحب تتعامل مع جنسيات كتير والحاجات دي. واعتقد ان انا خلصت لكم كل حاجه كده. لو عندكم لسه سؤال اكتبوه لي تحت في الكومنتات، ولو ما عملتوش شير شايفاكوا هجيبكم يا كابن كروت. اوعى تعدي الفيديو ده بدون شير، اوكي؟ طلع عيني والله العظيم مصوراه